فيلمنا النهارده انا متاكد انه هيعجبكم جدا. فيلمنا من اقوى افلام فنون القتال والاكشن اللي انتم بتحبوها، يا رب يعجبكم. اختين صغيرين وشخص ضخم بيتورطوا في مشكله كبيره مع واحده من اخطر عصابات تايلاند، والغريبه ان البنتين هما اللي بيقتلوا العصابه. عملاق بيجي تايلاند لاول مره، ولان حظه سيء فكل حاجه خاصه بيه بتتسرق، وبيقع في الطريق بنت صغيره، والمفاجاه ان هي اللي بتعلمه ازاي يقاتل لأنها بتلاقي قلبه ضعيف جدا. بيبدأ فيلمنا في مطار تايلاند مع شخص بينزل من الطيارة وبيروح لموظف المطار اللي بيسأله عن سبب الزيارة، وساعتها الشخص ده واللي بيكون باين عليه إن حجمه كبير جدا بيقول له إنه جاي سياحة للترفيه مش أكتر، فبيرحب بيه الموظف وبيديله الباسبور بتاعه. في نفس الوقت ده بنشوف بارني الرجل العملاق واللي بيكون مش من أهل تايلاند، هو قاعد في بار مع بنت وواضح انها بتحاول تخليه يشرب بالعافيه علشان تفقده الوعي. وفعلا بعد شويه بارني مش بيكون قادر يقف على رجله، وساعتها بتسنده لحد عربيه بيضه وبتركبه فيها، وبينزل منها بارني على الاسم مالت من غير هدومه، وبعد ما بيكون كل حاجه اتسرقت منه. وساعتها بيكون في بنت صغيره جايه مع اهلها للاسم وبتكون قاعده قدامه، ولما كورتها بتقع تحت رجله بارني بينزل علشان يديها لها، ولكنها بتترعب منه وبتمشي. ولكن بعد شوية بتفضل تلعب معاه، وبيكون واضح ان بارني شخص طيب جدا عكس ما شكله بيقول تماما. وبعد لعب كتير بتتعب البنت وبتنام على ايد بارني، وفي نفس الوقت ده بيجي الدور على بارني علشان يروح للضابط بونج، واللي بيسأل بارني على اللي حصل له، وبعد ما بيحكي له كل حاجة بيقرر انه يساعده، وبيديله الفلوس اللي هتوصله لمكتب الخدمات السياحية علشان يديهم ورقة بمشكلته ويتحركوا لحلها. وفعلا بينزل بارني من اسم الشرطة، والبنت الصغيرة بتروح علشان تودعه، وبيركب مع سواق موتوسيكل لأن دي بتكون طريقة المواصلات هناك. وبعد ما بيحاسبه وبيمشي بيتفاجئ بارني إن المكتب مغلق، وده لأنهم بيجددوه، ودي بتبقى كارثة بالنسبة لبارني لأنه بيفضل ماشي في الشارع حافي ومن غير هدوم. وبعد ما بيتعب من المشي بيروح يقعد عند محل وبتكون فيه وراه يافطة، وأثناء ما هو قاعد بتظهر بنت صغيرة اسمها كايتي وهي بتجري، وبيكون واضح إن في حد بيطاردها، وفعلا بيكون في 3 رجالة بيجروا وراها وعايزين يمسكوها، ولكن كايتي بتكون استخبت ورا اليافطة اللي بارني قاعد قدامها من غير أصلا ما ياخد باله. ولما ال3 رجالة مش بيلاقوها بيسألوا بارني، ولكن لانه مش تايلاندي فمش بيكون فاهم هما بيقولوا ايه اصلا. وساعتها الرجاله بتفقد الامل وبتمشي، بس ساعتها بارني بيرجع بظهره لورا علشان يسند على اليافطه، وهنا كايتي بتعمل صوت غصب عنها، ولما بتمشي الرجاله بترجع مره تانية. وساعتها بتحاول كايتي انها تتحامى في بارني اللي بمجرد ما بيقف الرجاله بتترعب وبيقولوا انهم غالبا هيموتوا النهارده. ولكن فجاه بتحصل حادثه بسيطه صوتها بيخلي بارني ينام على الارض من الخوف لانه افتكروا ضرب نار. وهنا الرجاله بتعرف ان بارني حجم على الفاضي، فبتنزل كايتي تحته وبيفضلوا يوجهوا الضربات ليه وهو مش قادر يعمل اي حاجه، لحد ما فجاه بتظهر دوكيا اخت كايتي، وللواضح عليها انها بتكون محترفه في فنون القتال وبتتعامل مع الرجاله دي بمنتهى الشجاعه والقوه، وبتستخدم بارني وجسمه في ضربهم لحد ما بتوجه ليهم الضربه القاضيه وبتوقع بارني عليهم. وعلى ما بارني بيقوم بتكون البنتين هربوا، وبعد ما بيكونوا بعدوا عن المكان بتسأل دوكيا كايتي عن سبب مطاردة الرجالة دي ليها، وساعتها كايتي بتكذب عليها وبتقول لها انها اصلا اول مرة تشوفهم، وان اللي تسبب في المشكلة دي من الاول الشخص الضخم اللي كان هناك. ولكن اثناء وهم ماشيين بيقابلوا بارني مرة تانية وهو سايح في دمه المرة دي، ولكن على الرغم من كده بتكون معاه الحاجات اللي وقعت من كايني وبيرجعها لها مرة تانية. وساعتها هما الاتنين بيحسوا انه شخص طيب مش شرير، وعلشان كده بتاخده كايتي لدار الايتام اللي اتربت فيه قبل ما ايد والدة دوكيا تتبناها، وهناك الراهب بيوافق انه يقيم في المعبد، ولكن لحد ما مكتب مشاكل السياح يفتح، وبعدها بترجع كايتي ودوكيا للبيت، وهناك والدتهم ايد بتوبخهم على المشاكل اللي دايما بيحطوا نفسهم فيها، وبتقول لهم انها اتكلمت اكتر من مرة عن انها مش عايزاهم لا يهتموا بفنون القتال ولا بغيره، وكل اللي عايزاه انهم يذاكروا بس. اما بارني فبيكون مواري الاطفال اللي في الملجأ ليلة سودا بسبب شخيره وتقليبه اللي على وشك انه يكسر الارضية، وبسبب الصوت العالي محدش من الاطفال بيكون عارف انه ينام خالص، ولما مش بيلاقوا حل ولا طريقة علشان يصحى بيها
بيوصلوا له الكهرباء وبيضطروا انهم يكهربوه علشان يصحى. وهنا بنشوف ان بارني شخص مساعد جدا، وبدأ يساعد الرهبان في كل حاجة بيعملوها. وبعدها بتاخد دوكيا وكايتي بارني لوالدتهم المطعم بتاعها علشان تشوفه، وبيكون ردة فعلها زي أي حد عاقل، وهي إنها مش بتبقى مصدقة نفسها إن في ناس بالحجم ده عايشين معاهم على الأرض، ولكنها بتعرف إنه شخص طيب جدا، لأنه أول ما بيشوفها بيحييها وبيطلب منها يدوق الأكل التايلاندي منها. وفعلا إيد بتبدأ إنها تجهز أشهر وأشهى طبق هناك، واللي بيكون عبارة عن سلطة الباباي الخضراء، واللي بتكون معروفة باسم سومتم. ولما الطبق بينزل قدام بارني بيكون متردد، وبيسأل البنات إذا كانوا متأكدين إن طعمها حلو فعلا، ولكنهم بيقولوا إنه مش هيندم، ولكنهم ما ذكروش إن الأكلة دي بتكون عبارة عن شطة في شطة. وعلشان كده أول ما بارني بيدوقها بيتحول للون الأحمر فورا، وبيبقى طور هايج يستحيل السيطرة عليه، وبيفضل يكسر في كل اللي حواليه وهو مش حاسس باللي بيعمله، لحد ما أخيرا بيوصل لمية بيحطها كلها عليه، وساعتها أخيرا بيرتاح. ولكن ده بعد ما بيكون كسر لإيد مطعمها كله، وبيقعد على جنبه وهو حزين جدا وحاسس بذنب شديد جدا بعد اللي عمله من غير ما يقصد. ولما بيديله كايتي بيعتذر ليها جدا، وبيعرفها انه مستعد يعمل اي حاجة علشان يصلح المطعم ويرجعه زي الاول. فبتسأله كايتي عن اللي بيعرف يعمله علشان يشتغل ويجيب فلوس، ولكن بارني بيبقى مش فالح في اي حاجة خالص. وساعتها بتفكر كايتي هي ودوكيا، وبيلاقوا انهم مش هيقدروا يستغلوا فيه حاجة غير ضخامته، وعلشان كده بتقرر دوكيا انها تعلمه فنون القتال، وساعتها ممكن تروح بيه لنادي القتال ويعملوا عليه مراهنات. وبتبدأ دوكيا معاه دروس في المواي تاي، أشهر فن قتال تايلاندي، ولكن لأن الفن ده بيكون محتاج وزن خفيف ومرونة بيفشل بارني برضه في تعلمه بسبب حجمه اللي بيشكل له عائق، وبيكون مش عارف يعمل الحركات الخفيفة والرشيقة اللي دوكيا بتعملها، ولكنها بتفضل وراه وبتخليه يجر كاوتش وهما الاتنين قاعدين عليه. وبعد ما بيخلص وبيقعد يستريح بيسألوا البنتين عن السبب اللي جابه هنا، وساعتها بارني بيقول لهم انه فاز بمسابقة رسم في بلده وجه هنا، ولان حظه جميل كل حاجته اتسرقت في اول يوم. وبيكملوا تمرين مع بعض لحد ما بتقرر دوكيا انها تخلي بارني قاتل ولد صغير وتشوف هيعمل ايه قصاده، بس بارني بيكون قد المسؤولية بصراحة، والولد بيديله علقة ملهاش حل. وساعتها بنعرف ان بارني مش هينفع حتى في القتال. في الناحية التانية الراجل العملاق اللي شفناه في اول الفيلم بنشوفه وهو نازل من طيارة خاصة ومعاه شخص تاني، وبيروحوا يقابلوا واحد، والواضح عليهم انهم بيكونوا عصابة، والعصابة دي بتبقى بتخطط لسرقة عقد ألماظ لمليونير اسمه مايك. وبنعرف ان العقد ده هيتم عرضه في معرض الجواهر العالمية، وفعلا العصابة بتنجح في سرقته وبيخبوه في مكان يستحيل حد يفكر فيه، وده لانهم بيكون معاهم لابتوب متطور جدا بيكون فيه حاجة زي الدرج كده بيشيلوا في العقد. اما كايتي ودوكيا فبيروحوا لساحة المصارعة وبيقابلوا منظم المباريات، وبيقولوا له ان عندهم صديق عايزينه يشارك في المباريات بتاعته، ولكن واثناء ما هم قاعدين وبيتفرجوا على مباراة من اللي بتحصل هناك ساعتها بيتخيلوا ان بارني طلع مع المصارعين دول، ولكنه بيموت في ايد واحد منهم بعد جولة واحدة بس، وعلشان كده بيحسوا ان دي فكرة مش كويسة. وفي يوم واثناء ما بارني ماشي مع كايتي بيشوف البنت اللي سرقته، وساعتها بتجري البنت وهو بيجري وراها، وبيشوفهم الضابط بونج، وبتكون البنت وصلت لمكان العصابة بتاعتها وبارني وراها، وساعتها بيفضل يترجاها انها ترجع له جواز السفر والحاجة بتاعته، ولكن ساعتها العصابة بتقفل الباب وبيفضلوا يضربوا فيه لحد ما يبان له صاحب، وفعلا الصاحب بيبان فعلا وبيكسر بونج الباب وبيدخل على العصابة. ولكن على الرغم من ان عددهم كبير الا ان بونج بيكون بارع في الفنون القتالية وبيقدر انه يتصدى ليهم وبيرش على وشهم توابل علشان يعميهم. وفي الوقت ده كايتي بتلاقي جواز سفر بارني فعلا، ولكنها بتشيله في شنطتها لانها مش عايزه بارني يسافر ويسيبهم. وبالليل بتقرر دوكيا ان هي اللي هتقاتل مش بارني، وكايتي بتكذب على ايدو وبتقول لها انها بس هتقدم عرض راقص مش اكتر. وتاني يوم بيقدم المعلق المتقاتلين، وبتكون دوكيا الاولى، وتاني مقاتل بيكون اسمه سيترو، وده مجرم تبع العصابة اللي دوكيا طحنتهم قبل كده. وبيبدأ القتال، ودوكيا بتكون سريعة جدا وقادرة انها توجه ضربات لسيدرو، ولكنه بيكون قوي جدا، والضربات اللي بيوجهها ليها بتكون مؤذية جدا. وبتخلص الجولة الأولى، وقبل ما تبدأ الجولة التانية بتحط العصابة في قفازات سيترو قطعة حديد علشان ضرباته تكون قاضية، وفعلا سيترو بيوجه ضربات بتوقع دوكيا على الأرض
وبتنزف، وكانت على وشك انها تخسر، ولكنها في الوقت ده بتفتكر كايتي وإد وانها لازم تكسب علشانهم، وده بيديها حافز انها ترجع للقتال مرة تانية، وفعلا بتقدر انها تسيطر على سترو. بس ساعتها منسق المباراة بيضرب الجرس بدري، والماتش بينتهي بالتعادل، وبتاخد دوكيا فلوس اقل، وكمان بيتضرب بارني لما حاول يدافع عنهم. ولما بيرجعوا لإد بتتضايق جدا منهم بعد ما بتكون عرفت اللي هم عملوه، ولكن بارني بيقرر انه مش هيسيبهم، ومن تاني يوم بيشتغل شيال مع الصيادين علشان يقدر يجمع فلوس، وفعلا بيقدروا انهم يصلحوا المطعم مرة تانية. ولكن الحاجة الوحيدة اللي مش بتتصلح هو الهون اللي بارني بيكسره كل ما يجي يدق البهارات فيه بسبب قوته، وعلشان كده بيروحوا يجيبوا هون عملاق وبيكون موجود في دار الايتام، بيكون هو ده الحاجة اللي المطعم بيتشهر بيها. وفي يوم واثناء ما دوكيا بتشتري طلبات من السوق بيشوفها سترو، وبيقرر انه ينتقم منها، وبيدخل في قتال معاها، ولكنها بتهينه اهانة شديدة جدا قدام السوق كله، وعلشان كده بيخلي اصحابه بيتدخلوا. بس ساعتها البياعة اللي دوكيا كانت بتشتري منها بتقف في وشهم وبتقاتلهم هي كمان لحد ما كلهم بيهربوا، وساعتها بتخلي السوق كله يحيي دوكيا على شجاعتها، وكمان بتعمل لها دعاية كبيرة جدا باسمها. وساعتها المطعم بتاعهم بيكون عليه اقبال مش طبيعي، والناس بتكون في زيادة مستمرة كل يوم. وبعدها بنروح للعصابة اللي سرقت العقد، واللي بيكون حصل عندهم كارثة، وهي ان الكريستالة اللي بتفتح اللابتوب اللي فيه العقد اختفت ومش قادرين يوصلوا ليها. ولما بيقترح واحد منهم انهم يفتحوه بالقوة، بنعرف ان لو اللابتوب اتفتح بالقوة هينفجر، وساعتها كل حاجة هتتدمر، ومش بيكون في قدامهم حل غير انهم يراجعوا كاميرات المراقبة. ولما بيراجعوها بنتفاجئ ان كايتي هي اللي سرقت الكريستالة، وساعتها بنروح لبيت إد واللي بتكون بتنظم حفلة لدوكيا بمناسبة عيد ميلادها. وفي نفس الوقت ده بتكون كايتي قاعدة على البحر لوحدها وبتبص في باسبور بارني، وبعدها بتقوم علشان تدي اختها الكريستالة هدية على شكل سلسلة، وبرضه بتكون جايبة قميص مقاس 1000 لبارني، وساعتها كلهم بيضحكوا، ولكن بارني بيشكرها جدا. تاني يوم بيكونوا ماشيين سوا وبارني لابس القميص الجديد، ولكن فجأة بيقف قدامهم عربية بينزل منها افراد العصابة وبيخطفوهم هما التلاتة، وبيروحوا بيهم على مقر العصابة، وهناك بينزلوا ضرب فيهم لحد ما واحد من افراد العصابة بيشوف السلسلة في رقبة دوكيا. بس فجأة بنلاقي واحد منهم ناوي على خيانة وبيحط له مسدس على دماغه وبيطلب منه يديله كريستالة، وهنا بيقول عليا وعلى اعدائي، وبيدوس على رجل دوكيا، وساعتها بيرمي الكريستالة وبيخليها تبلعها وبياخدها رهينة وبيهددهم بيها. ولكن دوكيا بتقدر انها تضربه وبتهرب، وبيخرجوا وبيطردوها. وفي مجموعة تانية كانت على وشك انهم يقتلوا كايتي وبارني، ولكن كايتي بتلاقي الاكل اللي بيحاول بارني قدامها فبتديله منه، وساعتها بارني بيمسك افراد العصابة بيعدمهم العافية، ودوكيا بتكون اتمسكت، ولكنها لما بتضرب السواق بيدخلوا بالعربية في مطعم. اما بارني وكايتي فبيقابلوا 3 مصارعين من العصابة وبيمسكوا بارني وبيفضلوا يضربوا فيه، وهنا كايتي بتقرر انها تروح تعمل الاكل اللي بيحول بارني، وفعلا بتقدر انها تاكله منها. وهنا كأنك شحنت بارني بطاقة، بيفضل يضرب فيهم كلهم بكل الطرق الممكنة. وساعتها العصابة بتكون خدت دوكي على الطيارة وبيكونوا على وشك انهم يفتحوا بطنها علشان ياخدوا منها السلسلة، بس بارني بيجري وبيدخل في الطيارة برجله. في الوقت ده 2 من العصابة بيخونوا بعض وبيقتلوا بعض، وبارني بيقاتل التالت فوق الطيارة وبيقدر انه يتغلب عليه بكل قوة، وكمان بيقلب الطيارة باللي فيها، وبعدها بيغمى عليه لانه بيكون مصاب. ساعتها البنات بيفكروا مات، ولكن كايتي بتقرر تهدده بالشطة، وساعتها بتلاقيه فاق وقام يجري كمان. وبنشوفهم بعد كده فتحوا مطعم مع بعض وبيكون ناجح جدا، والواضح انهم بيكونوا اخدوا جولة حوالين العالم. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. سلام.